أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أنا مصري. النهاردة رح ناخدكم لمكان أثري، مكان سياحي من الطراز الأول. المكان ده يسمى بحيرة السماء أو بحيرة نبع الحمراء، أو كما يسموها الإخوة المسيح بحيرة المقدسة. كل التفاصيل إن شاء الله هنعرفها من قلب الحدث مع التقرير. يلا بينا نطير إلى البحيرة ونعرف كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. كل عام وأنتم بخير الأول. وطبعا الكل طبعا بيتساءل، بيقول أنت واخدنا فين؟ إيه المنطقة ديت ورايح بينا فين وكده؟ أنا بصراحة واخدكم المكان أثري جميل جدا جدا. خلينا الأول نتكلم عن المكان ده موجود فين بالظبط. المكان دوت موجود في محافظة البحيرة، موجود في محافظة البحيرة، مركز وادي النطرون بالتحديد، طريق مصر اسكندرية الصحراوي. بيبعد عن القاهرة بحوالي يعني من 100 ل 110 ل 115 كيلو تقريبا. هو بالمعنى ليس وادي. وادي النطرون دي سميت بوادي النطرون بسبب المنطقة اللي احنا رايحين فيها ديت، اللي هو ملح النطرون المعروف علميا بيكربونات الصوديوم. وطبعا لها أسماء عديدة، مثل وادي النطرون، شهيد وحبيب وبئر، ولكن هو عبارة عن منخفض في صحراء مصر الغربية. المنطقة اللي أنا واخدكم فيها بالتحديد ديت اسمها قرية نبع الحمراء. قرية نبع الحمراء. أولا وادي النطرون باللغة القديمة اسمه حقل الملح. حقل الملح بسبب نسبة الأملاح، وكانوا بيستخرجوا منه الأملاح ويصنعوا منه الأملاح اللي هي الفراعنة كانت بتستخدمها في تحنيط الموتى. كانوا حنطوا بيها الموتى. المكان اللي احنا رايحينه بالتحديد اسمه بحيرة نبع الحمراء أو بحيرة السماء، أو كما يسموها الإخوة المسيح البحيرة المقدسة بوادي النطرون. الموضوع هنا في المكان اللي احنا داخلين عليه ده هو في معجزة إلهية حصلت، معجزة خرق نواميس للكون. المنطقة اللي انتم شايفينها دي منطقة ملح بالكامل، اللي أنا بشاور عليها ديت منطقة ملح بالكامل، منطقة أملاح، بحيرة أملاح. تمام، حتى شايفين نسبة الأملاح محجرة هي على الشواطئ. البحيرة ديت مين اللي مر فيها ولماذا سميت بالبحيرة المقدسة أو بحيرة السماء؟ احنا لو نبص للبحيرة هي نفس لون السماء، تخيل شكل السماء بالظبط، مفيش فرق بينها وبين السماء. سميت ليه كده؟ لأن مرت بها العائلة المقدسة، العائلة المقدسة سيدنا عيسى بن مريم وأمه. طب يعني عشان مروا هنا سميت بالمكان المقدس؟ لا طبعا، ده لها قصة كبيرة وحكاية كبيرة خالص 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 خالص. ستنا مريم مرت بالمكان دهوت، وكان سيدنا عيسى عطشان، عايز يشرب، عطشان ماء يعني محتاج مية. فطبعا يعني المياه ملح، ملح وجاج زي ما انتم شايفين كده، شايفين نسبة الملوحة. طيب الطفل عايز يشرب، يعمل ايه الطفل؟ الطفل محتاج مية يشرب. فسبحان الله فضلت تمشي تمشي في المكان اللي انا بشاور عليه دهوت. شايفين هناك بعيد، ان شاء الله هننزل دلوقتي لحد هناك وهنتمشى وهنشوف المكان بالظبط. في هناك بعيد، هناك شايفين معايا بير، بير نبع ماء عذب. البحيرة دي كلها ملح أجاج، ما فيش فيها أي كائن حي نهائي بسبب نسبة الملوحة. فالسيدة مريم عايزة مية تسقي سيدنا عيسى، فتعمل إيه؟ فضلت ماشية ماشية كده على تلاقي مثلا مكان كويس، مثلا في مية كويسة ولا حاجة، لحد ما وصلت المنطقة اللي هي فيها الإيه؟ البير ده، النبع، نبع الماء العذب. فابتدت يعني تحاول تنظف كده ميه، فالله سبحانه وتعالى تجلى بعظمته وقدرته، فنبع الماء العذب من بين ايديها، تفجرت المياه العذبه. فالمنطقه اللي احنا فيها ديت منطقه من الطراز الاول، سياحه دينيه. وعندنا نوع تاني من انواع السياحه العلاجيه، ودي منطقه سياحه زي ما اتفقنا، اي انسان مصاب بأي مرض جلدي بينزل بيتعالج، يعني سياحة علاجية متوفرة في المنطقة اللي احنا فيها ديت.
سياحة بحرية تعتبر مش شواطئ. دي احنا حاليا في فصل الشتاء. في فصل الصيف بتلاقي المكان ده مليان ناس كأنك قاعد على شاطئ اسكندرية بالظبط. من انواع السياحة برضو سياحة ترفيهية. المكان ده ترفيه. انا حاسس براحة نفسية كده، مش قادر اوصف لكم الاحساس اللي انا فيه ايه. حاسس براحة نفسية خالص خالص خالص. مش عايز امشي من المكان، يعني مكان مقدس تتجلى فيه عظمة الخالق سبحانه وتعالى بينبوع الماء دوت اللي يخرج من، يعني بيفكرني بايه، بالآية اللي بيقول لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. هنا البرزخ ماء ملح أجاج وماء عذب، بينهما برزخ لا يبغيان. فالمكان فيه سياحة ترفيهية يعني فوق مما تتخيل. وزور المكان وانت تشوف الإحساس اللي أنا حاسس بيه. من أنواع السياحة برضو السياحة الشاطئية. يعني ده شاطئ بتشوف انت، تعالى كده في الصيف وهتشوف برضو ناس قاعدة بكراسي وشماسي وبتقضي اليوم في منتهى السعادة. من أنواع السياحة برضو السياحة الرياضية. هنا ناس برضو بتيجي تمارس الرياضة على الشواطئ اللي احنا هنشوفها ديت. شايف جمال الشاطئ عامل ازاي؟ كأنك قاعد على الشاطئ بالظبط. اهو شواطئ وجمال المنطقة، جمال مريح جدا جدا جدا. شايف سبحان الله يعني الرمال عاملة ازاي، ويعني أعظم من شاطئ البحر. من أنواع السياحات أيضا السياحة البيئية. البيئة نفسها، يعني تخيل، ما هو عشان واحد بيطلع سائح بيروح يغير يشوف بيئة غير البيئة اللي هو عايش فيها. فهنا بيئة سبحان الله محاطة البيئة بالكامل بأشياء مقدسة. يعني تحس كده إن أنت في مكان مقدس كده. عظمة الله متجلية فيه في كل شيء. المكان دوت مرت فيه العائلة المقدسة، سيدنا عيسى وستنا مريم. وبرضه مر في مصر سيدنا صالح وسيدنا موسى، سيدنا يوسف عليه السلام وأخواته، سيدنا يعقوب عليه السلام وسيدنا إبراهيم. أنت متخيل؟ يعني مريم وعيسى ويعقوب وإبراهيم ويوسف وموسى وصالح، يعني مجموعة من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أشار لمصر خير أجناد الأرض في مصر. والقرآن شوف ذكر مصر كم مرة في القرآن. أنت متخيل إن قرآن الله سبحانه وتعالى، إحنا هنتكلم في القرآن ده حاجة كبيرة. يعني إحنا لو تتابعونا أكيد في ناس متابعاني في برنامج الإعجاز العلمي والحقائق الكونية في القرآن الكريم، وأنا بتكلم على المعجزات الكون، المعجزات الكونية والحقائق العلمية اللي تم اكتشافها. أنت متخيل قرآن عظيم أنزله الله سبحانه وتعالى للأرض، دستور بنتعامل بيه في الأرض. يذكر في مصر لفظ مصر دولة صريحة أكتر من 4 مرات تذكر في القرآن. يعني البلد اللي نزل فيه عليها القرآن ما ذكرتش مثل مصر ما ذكرت في القرآن. فإحنا بنعتز بمصريتنا، بنفخر بمصريتنا، بنفخر إن إحنا عندنا حضارات، ماشي، حضارات دينية، حضارات تاريخية. عندنا أنواع السياحات متوفرة في مصر. شايف المنظر، ذكريات ذكريات. مؤسسة الحاج خليل البشاري للنجف والأدوات الكهربائية تهنئ الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. كما تعلن المؤسسة لجماهيرها عن البيع بأسعار لا تقبل المنافسة تخفيضات وعروض جبارة بمناسبة الشهر الكريم. لمعرفة التخفيضات والعروض زورونا في معرضنا. العنوان: محافظة البحيرة، مركز الدلنجات، أمام مدرسة الثانوية العامة بنين. إدارة الأستاذ محمد خليل البشاري. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الحاج خليل البشاري للنجف والإدارة الكهربائية تهنئ العالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان، ونهنئ أهلي وأحبابي مركز ومدينة الدلنجات والقرى المجاورة، وكل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تخفيضات وعروض جبارة بمناسبة الشهر الكريم. لمعرفة التخفيضات والعروض زورونا في معرضنا. العنوان: محافظة البحيرة، مركز الدلنجات، أمام مدرسة الثانوية العامة بنين. إدارة الأستاذ محمد خليل البشاري.
تعالوا معايا كده نشوف بقى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نشوف معجزة اليوم. خلينا ننزل مع بعض كده واحدة واحدة كده لحد ما نوصل مكان العين اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي اتفجرت آه، بإيد السيدة مريم العذراء. الأول بس عشان كده الأرض واضح إن هي يعني بتزحلق كتير. طبعا في ممر هنا طبعا معمول لحد البير، ممر تقريبا يعني معمول كده بالزلط، فربنا يسترها كده معانا ونحاول نكمل حلقتنا كده على خير يعني. لأن الموضوع بصراحة يعني موضوع شيق جدا جدا. مكان المبارك الطاهر، لأن هو مش جديد إن عظمة الله سبحانه وتعالى تتجلى للسيدة مريم في هذا النبع الغريب، النبع الجاري. انتم متخيلين يعني مكان زي دوت كله، البحيرة الكبيرة اللي انتم شايفينها ديت ماء ملح أجاج، ملح أجاج. مفيش كائن حي أصلا في البحيرة دي نهائي أبدا. مكان علاج، يعني أي واحد ينزل عايز يتعالج من أي مرض ينزل في البحيرة ديت. فعظمة الله سبحانه وتعالى تجلت للسيدة مريم، هي ماشية زي ما أنا ماشي كده بالظبط، تمام. بس طبعا ما كانش فيه الممر اللي احنا ماشيين فيه ديت. شايف الممر اللي أنا ماشي فيه دي، طبعا ده معمول مع مرور الزمن. المنظر اللي انتوا شايفينه ده هو معايا مر عليه أكتر من 2000 سنة، 2000 سنة بالظبط. سبحان الله. مكان بقعة مباركة تجلت فيه عظمة الخالق لعيسى ابن مريم. طبعا عطشان عايز يشرب. هنا ميه زي ما اتكلمنا، ملح أجاج، ملح. فالسيدة مريم مش هنا البير اهو، زي ما احنا شايفين البير دوت. البير ده طبعا تقريبا يعني على ما سمعت والله اعلم ان الانجليز اللي حوطوه بالحديد ده، تمام. بس طبعا مع الاهمال، مع مرور الزمن اهمل فصد، فابتدت فيه فراغات، فاختلط الماء طبعا الملح على الماء العذب. فتخيل معايا بقى ستنا مريم وهي ماشيه لحد ما وصلت للمكان ده هو، وتعمل بايديها كده عشان تجيب شويه ميه حلوين عشان يشرب الطفل الرضيع. عيسى ابن مريم كلمة الله وروحه. قبل كده يعني دي مش أول معجزة لستنا مريم، يعني عشان الناس تستعجب تقول معقولة ستنا مريم هتعمل المية بإيديها كده هينبع نهر جاري؟ لا، ده مش أول معجزة لستنا مريم. السيدة مريم لها معجزات خارقة خارقة. أولا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تخيل ذرية من بعضها من بعض، الله سبحانه وتعالى اصطفاها. قبل كده ستنا مريم أثناء ولادة سيدنا عيسى الله سبحانه وتعالى لما يقول لك فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. سبحان الله. شايفين يعني أنا حاسس كده إن رجلي بتنجرف تحت، يعني أنا ماشي عمال بحسس كده بمشي على الممر أو المدق اللي هم عاملينه كده في المية. يعني أنا ماشي متلبش خالص والله. طبعا خايفة معايا طبعا الموبايلات والمايكات بتاعت الصوت وكله. ربنا يستر ونكمل حلقتنا على خير يا رب إن شاء الله، ونسعدكم برؤية المنظر الجميل دهوت والمكان الأثري الحلو. يعني سبحان الله. احنا اتكلمنا ان السياحة دي أنواع، السياحة أنواع. سياحة دينية، وسياحة ترفيهية، وسياحة علاجية، وسياحة شاطئية، وسياحة بحرية، سياحة مؤتمرات، وسياحة تسوق، سياحة رياضية، وسياحة أثرية. كل دي أنواع من أنواع السياحة. وسياحة بيئية. فتخيل مكان زي اللي احنا فيه ده هو شامل كام مجال من مجالات السياحة. أولا سياحة بيئية، انتوا شايفين البيئة وعظمة المكان نفسه. شوف البيئة، أي بيئة تحس إن أنت مرتاح. يعني أنا ماشي والله ما كنت عايز أطلع من المية،
ورغم ان انا خايف، يعني خايف رجلي، شوف انا ممكن انجرف في اي لحظة. فسبحان الله يعني سياحة ترفيهية موجودة في المكان، سياحة علاجية. طبعا المكان ده أي أمراض جلدية تنزل فيها بيجي طبعا سياح كتير. احنا في الشتاء على فكرة، والجو نار نار نار. تمام. في الصيف بتلاقي السياح جايين من كل حتة. طبعا وادي النطرون ده بيجمع أكبر كم من الإخوة النصارى، وكم كبير من أديار النصارى هنا، طبعا يعني بسبب التجلي والمكان المقدس في المكان اللي هو في وادي النطرون ده. فيعني أنا ماشي، يعني أنتوا متخيلين، أنا شوف في رجلي حتى كل شوية إيه بتنجرف كده. كل ده وأنا مصر إن أنا نوصل لمكان البير المقدس، مكان اللي لمسته إيد السيدة مريم التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى، وقال عنها في القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مش شوية إن الله سبحانه وتعالى يصطفى السيدة مريم على نساء العالمين. أنت متخيل؟ في الأول الله سبحانه وتعالى كرر كلمة الاصطفاء مرتين: يا مريم إن الله اصطفاك الأول، وبعد كده وطهرك. تمام. طهرك من كل شيء. حتى لما حملت بسيدنا عيسى ابن مريم اتهموها طبعا بالزنا، واتهموها باتهامات كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يقول إيه: اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. احنا وصلنا شفت انا بايدي كده، هي جت تاخد، شايف انا بشرب الميه ملح وجاج. فهي سبحان الله مدت ايدها وخدت ايه، اغترفت غرفه من المياه. فالله سبحانه وتعالى بقدرته حول الماء الملح ده لايه، لميه عذبه. وانفجرت العين دي انفجرت بقدرة الله سبحانه وتعالى، وخدت ستنا مريم مياه، وشرب الطفل الرضيع اللي هو سيدنا عيسى ابن مريم، اللي كله معجزات. فتخيل يعني سيدنا عيسى ده يعني الموضوع يعني أكبر مما تتصور. يعني دي مش حاجة يعني إيه، دي حاجة سهلة خالص خالص بالنسبة للأسرة المقدسة، يعني حاجة سهلة خالص. أنت متخيل يعني إن سيدنا عيسى طفل رضيع صغير لسه مولود ويتكلم في المهد. لما في سورة مريم يقول إيه: فأتت به قومها تحمله، بعد ما إيه ما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تعالى كده، تعالى خش عليا بالتصوير كده، الطيارة كده نشوفه كده. شايفين يا جماعة؟ شايفين الصدى بقى دوت، أو ده المية منسوبها بزيت، فإيه منسوبها بزيت طغى. فتقريبا هم سادين العين تقريبا، إن العين ده مسدود. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ أنا حاسس بسعادة، سعادة وفرحة. والله حاسس بسعادة ما بعدها سعادة. شايفين المية المية شفاء، كلها شفاء. يعني شايفين المنظر؟ الله الله على الجمال الرباني. الله 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 يا الأسرة المقدسة. الله يا ستينا مريم. مش متخيل إن أنا واقف مكان ستينا مريم في المكان المقدس الطاهر الجميل ده. مش متخيل، أنا مش متخيل نفسي إن أنا واقف في المكان ده. شايفين السياحة، سياحة علاجية موجودة، سياحة ترفيهية موجودة. أنا ليا رسالة للسادة المسؤولين عن السياحة: المكان ده مهمل ليه؟ المكان ده مهمل ليه؟ ليه ما نعيدش إعادة ترميم المكان المقدس دهوت؟ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أنت متخيل سيدنا عيسى بيقول إيه؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. خلي بالك في الآية في موضع لخص لنا الحلقة كلها اللي أنا بتكلم عنها. ملخص الحلقة كلمتين يا جماعة، اللي هو إيه؟ قال سيدنا عيسى إيه يا جماعة؟ قال إيه؟ ها؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب، وبعدين وجعلني نبيا، وبعدين وجعلني مباركا أينما كنت. أنت متخيل معايا؟ وجعلني مباركا أينما كنت. حلت بركة سيدنا عيسى في هذا المكان، في هذه البحيرة. فبفضل سيدنا عيسى وطهارة أمه نبع النهر الجاري، نبع الماء الجاري. وقبل ما نختم حلقتنا، يعني بحاول إن أنا أوصل لكم رسالة: زوروا المكان ده. هو
زوروا وانت هتحسوا بالإحساس اللي أنا حاسس بيه وجمال المكان ده هو. ويلا بينا نطلع نشوف مكان تاني. وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة في موضع آخر ومكان آخر من حضارة بلدي وعظمة بلدي، فقرة حضارة بلدي من برنامج أنا مصري.